ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. مشاهدي قناة شوف تيفي. سقوط جرافة اللي كانت كتحاول انها تهدم هذا القصر هنا ببوسكورة. الصورة امامكم كلشي كيجري. السائق ديال الجرافة مازال داخل، اشنو وقع الله اعلم. فالصورة امامكم ولو ان هناك البعد، ولكن غنحاولوا نقربكم من الصورة. رجال الوقاية المدنية كيجريو الان، كيحاولوا انهم يسرعوا، ولكن احنا ما عندناش كيفاش اننا نقدروا ندخلوا، لان كاين واحد السنفار مانعين من الاقتراب. الجرافه لحظه هدمها لهذا القصر بمنطقه بوسكوره طاحت من الجهه الاخرى، لان الهدم هذا كيبان لكم. هذا السائق الثاني ديال الجرافه اللي غادي يحاول انه يمشي يشوف الصديق ديالو اللي كان كيساعدو في الهدم. شهدت منطقة بوسكورة اليوم الاثنين حادثا مفاجئا خلال عملية استكمال هدم قصر الضيافة المعروف إعلاميا بقصر 16 مليار، وذلك بعد سقوط جرافة ضخمة داخل أكوام الردم أثناء مباشرتها للأعمال. وبحسب المعطيات التي أفادت بها مصادر من عين المكان، فقد فقد سائق الجرافة التحكم بالمركبة للحظات، ما أدى إلى انزلاقها وسقوطها جزئيا داخل حفرة ناتجة عن عملية الهدم المتقدمة. وقد تسبب الحادث في إصابة السائق بجروح طفيفة، حيث تدخلت السلطات المحلية فورا إلى جانب عناصر الوقاية المدنية التي عملت على إخراج السائق من داخل الجرافة ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. كما تم استخدام جرافة ثانية من أجل استعادة الهدم. وأكدت المصادر ذاتها أن حالة السائق مستقرة، فيما تتواصل عملية الهدم تحت مراقبة دقيقة من الجهات المختصة لضمان عدم وقوع حوادث مماثلة خلال الأيام المقبلة. وقد تم تسجيج المكان من أجل منع الغرباء من الاقتراب إلى القصر، وخصوصا أنه أصبح يهدد سلامتهم الصحية. وقد أثار الحادث ردود فعل واسعة بين المواطنين الذين توافدوا على مكان الواقعة، خاصة وأن عملية هدم القصر أثارت في الأسابيع الأخيرة الكثير من الجدل بسبب قيمته الضخمة وضخامة المشروع. وتتابع السلطات جميع الإجراءات المرتبطة بالسلامة في الورش، مع الحرص على استكمال العملية وفق المعايير الفنية المعمول بها. وفي ختام هذا التقرير مشاهدينا الكرام، شاركونا رأيكم في التعليقات. هل تعتقدون أن مثل هذه الحوادث ناتجة عن ضعف السلامة في الورش، أم أنها مجرد حادث عرضي؟ ننتظر تفاعلكم، وإلى اللقاء.